السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة ثانوي، أخباركم يا شباب؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بإذن الله بكرة امتحانكم. في الفيديو ده هقول لك كيف تجمع أكبر قدر من الدرجات في امتحان اللغة الإنجليزية. لكن قبل ما أجي أقول لك إزاي، حابب أقول لك إن أنا بعتذر منك. كان المفروض في فيديوهات لحل نماذج استرشادية وحل بعض التمارين، لكن للأسف ما قدرتش لظروف خاصة بيا وخاصة بالبيت وهكذا يعني، وظروف مرضية يعني. فإن شاء الله أكون ساعدتك ولو بجزء من أي حاجة، شرح معنوي أي حاجة، وتكون فهمت مني. الفيديو ده مهم ليك علشان تعرف هتتعامل إزاي في امتحان الدور التاني. ركز معايا كده وصف ذهنك وهقول لك تعمل ايه. ممكن اللي انا بقوله تستغرب ان المدرس يقوله، لكن انا بخاطب ايه؟ بخاطب الطلاب. هم كويسين وممكن لم يوفقوا، لكن ايضا بخاطب طلاب ممكن يكونوا ضعاف جدا في اللغة، فاحنا عايزين نساعدهم باي طريقة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، عندك نبدأ بأسئلة الاختياري. اللي انا عايزك تفهمه كويس جدا ان انت تميز ما بين الاسئله اللي بدرجتين والاسئله اللي بدرجه واحده. تعرف ان دول بدرجتين ودول بدرجه واحده. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما تيجي تحل الاسئله درجتين تعمل ايه؟ لازم 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 تقرا وتترجم الجمله مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، وتحاول على قد ما تقدر. واي سؤال له علاقه بدرجتين اعرف ان هو بيسالك على الجرامر، بيسالك على القواعد. فمعنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان انا لازم ادور على الفعل في الجمله. فين الفعل في الجمله؟ هو السؤال هيبقى على الفعل في الجمله. خلاص كده يا شباب؟ ده رقم واحد. طب رقم اتنين، الاسئله التانيه من درجه واحده. هعمل ايه؟ هعمل عمليه اسمها الاستبعاد. يعني ايه الاستبعاد؟ لو لاحظت ان في بعض الكلمات انت ما قابلتكش في المنهج، يعني ما شفتهاش، استبعدها خلاص، وخش على الاقرب في الاقرب في الاقرب. ده من حته الكلمات. اما بقى من حته القواعد، حاول برضو تعمل عمليه الاستبعاد في طريقه احنا شرحناها في اول فيديو، الا وهي التسلسل الزمني. خلي بالك منها كويس جدا. هي ايه التسلسل الزمني؟ يعني ايه يا مستر التسلسل الزمني؟ يعني انا الجمله كلها بتحكي في زمن الماضي، فانا هختار ازمنه ايه؟ الماضي. الجمله كلها بتحكي في ازمنه المستقبل، فانا هختار حاجه تبع المستقبل والمضارع. فتركز فيها، ودي شرحناها احنا في اول فيديو، ارجع له. خلاص كده يا شباب؟ طيب، عندنا حاجه تانية. ايه هي؟ هنخش دلوقتي على القطعه. طريقه حل القطعه هتبقى ماشيه ازاي؟ تبص كده على القطعه. المشكله في القطعه حاجه واحده، ان بتبقى طويله وبيبقى الوقت يعني خلاص يعني قرب ينتهي. فاحنا بنعمل حاجه حلوه. اول حاجه، احنا بنقرا الاسئله بالاجابات الاول قبل ما اقرا القطعه، وهخمن حاجتين. هخمن الموضوع بيتكلم عن ايه قبل ما اجي اقرا القطعه. تاني حاجه، اركز على الكلمات المفتاحيه. ايه هي الكلمات المفتاحيه؟ يعني مثلا انا بصيت في سؤال من ضمن الاسئله فيها ات، بيسالني على الات، بيقول لي الضمير ات ده عائد على ايه؟ او مثلا بيسالني عن كلمه مثلا زي كونشس، مثلا اي كلمه من هذه الكلمات. ليه بخمن؟ لان انت لما تيجي تقرا الاسئله او تقرا القطعه مره تانية، هتبص عليها كده انت وبتقرا، هتلاقي كده في سلايدات. السلايدات دي في الباراجراف ده، انا الكلمه دي قريتها قبل كده في سؤال، فهعمل ايه؟ اعمل عليها كده خط واعرف ان الجزئيه دي فيها سؤال، الجزئيه دي فيها سؤال، الجزئيه دي فيها سؤال. فانا وبقرا اول مره هبقى مقسم الاجزاء اللي بتيجي فيها اسئله. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم تاخد بالك كويس جدا من نقطه الباراجرافات، عشان هو ممكن يسالك يقول لك في الباراجراف رقم واحد او باراجراف رقم اتنين. طب هعرفها ازاي دي؟ هتلاقي بدايتها مش كامله ونهايتها منتهيه بنقطه كده، يعني شكل باراجراف كامل، بعيدا عن ده بعيدا عن ده بعيدا عن ده. انت ممكن تلاقي القطعه اصلا من 3 باراجرافات، فانت لازم تكون عارف ان هي مقسمه لكذا باراجراف. تمام؟ طيب، زائد خلي بالك لازم تحضر الفيديو كيفيه حل ايه القطعه. ده مهم جدا ما تنساهاش. نخش بعد كده على السؤال اللي بعده، الا وهو الترجمه. طبعا احنا عارفين ان الترجمه معظم الطلاب يعني بيخشوا عمليه الاستبعاد، اللي هو انا بشوف دي بشوف دي. طبعا انا مش بفضلها، لكن انا بقول لك انت ممكن تسمع مني كلام غريب ما يقولهوش المدرس، لان خلاص بكره الامتحان. فاحنا بنعمل ايه؟
بنعدي بنشوف المختلف، بس خلي بالك المختلف هقارنه بالنص الاصلي، لان ممكن يكون المختلف هو الصح والثلاثه غلط، مش شرط يكون المختلف هو الغلط، فانا هقارنه بالنص الاصلي، ما تنساش النقطه دي. هخلص من الترجمه، هخش بقى على سؤال القصه. ماله سؤال القصه؟ سؤال القصه يعني عايزك تركز فيه كويس جدا، عايزك تشوف الجمله بادئه بايه، ازاي. يعني لو جمله بادئه باي سؤال غير الدبليو اتش كويستشن اللي هي الاسئله بادئه بوات وير وين والكلام ده كله، بعمل ايه يا باشا؟ لازم اجاوب، لازم اجابتي تبقى بيس ونو في الاول، لازم اجابتي تبقى بيس ونو في الاول، ده حاجه اساسيه. طيب وبعد كده بعمل ايه؟ بستخدم نفس صيغه السؤال في القصه، بجاوب بيه ازاي. يعني مثلا لو جيت قلت لك what would you like، فاجابتي هتبقى I would like كذا، بستخدم نفس التعبير. يعني مثلا what are you going to do، I am going to كذا، فاهمين؟ فانا باخد نفس الصيغه ايه، بحطها في الاجابه، حتى لو انا مش عارف اجاوب، لكن اجابتي بيس ونو واجابتي بنفس الصيغه هتديني درجه، هتديني ايه؟ درجه. طيب عايز يا مستر اخر سؤال ان هو اكتب الباراجراف او 6 لاينز. جميل جدا. بص ال6 لاينز مهمه جدا، فبركز لها بس كده في كذا نقطه. ايه هي الكذا نقطه؟ اول حاجه يا غالي، لازم 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 المقدمه. المصحح هو بيقرا لازم ياخد باله كويس جدا من المقدمه، واحنا شرحنا في فيديو كيفيه كتابه ايه ال6 لاينز، لكن هقول لك كده سريعا. لو انت الموضوع صعب بالنسبه لك، اكتب التعبير ده today، اليوم I will talk about، انا سوف اتحدث عن كذا الموضوع، and no one، لا احد، can deny، يقدر ان هو ينكر that، ان الموضوع is important. خلاص، ده لو هو بيكلمك عن موضوع مثلا سياحه، السفر وهكذا. لكن انا عن نفسي، انا كمستر عمر ما بحبش الطريقه دي، وانت عارف الطريقه اللي انا بحبها، اسمع ايه الفيديو وانت هتعرف الطريقه الاحسن يعني لذلك. فده ملخص انت هتجمع ازاي درجات يعني على قد ما تقدر. واعذرني لو انا قصرت معاك في اي حاجه، ويعني ننتظر من حضراتكم دعوه بس، ودعم بقى على قناه اليوتيوب، علشان ايه؟ نطلع بيها للسما ان شاء الله، وتبقى يعني صرح علمي لجميع الطلاب. وانتظروني طلاب ثالثه ثانوي العام القادم، واولى ثانوي وثانيه ثانوي، وخصوصا بكالوريا، علشان بكالوريا ليها يعني قصه ثانيه معايا. بس كده يا جماعه، والقاكم على خير ان شاء الله، وان شاء الله تطمنوني بعد الامتحان في التعليقات، وهنتظر من حضراتكم تعليقاتكم، ان شاء الله تكون يعني تعليقات جميله وبخير باذن الله. السلام عليكم. سلام.